السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة زينو. اليوم ان شاء الله راح نحضر معكم وصفة تاع سوفلي بعجينة بزاف هايلة وسهلة بدون دلك. يعني هاد العجينة تاع السوفلي ما راح نشكح نتعجنوها، راح نطموها فقط. نبداو في الوصفة. عندي كاس تاع ماء يكون دافي، الكاس اللي قصت به تاع 220 مليلتر. نزيد نحط نص كاس تاع حليب يكون دافي، 4 كاس تاع زيت، يعني 4 كاس هو قيس الفنجان تاع قهوة كحلة تاع الزيت. مغرف كبيرة خميرة الخبز، مغرف كبيرة سكر. نحط في الأول هكذا كاس تاع فرينة، نخلط مليح بالفوي. ما ننساش ندير الملح. لازم العجينة في الأول تكون شوية سايلة، نخدمها سايلة هكذا مليح باش نكمل. يعني نزيد كامل كؤوس تاع الفرينة بالتدريج. نزيد الكاس تاعي تاع الفرينة ونزيد نخلط كذلك. يعني كل ما ندير الفرينة نخلط مليح. ثم نزيد الكاس الثالث ونبدا نجمع بيدي كما راكم تشوفوا العجينه. هنا راح نبدا نطمها. زدت هنا نص الكاس تاع الفرينه، سما كلش العجينه تدي لكم الفرينه حوالي 3 كيسان ونص. فوالا هكذا نطمها فقط، يعني ما تحتاج اننا نعجنوها لان العجينه راهي خفيفه بزاف. ندير لها شويه تاع فرينه من الفوق هكذايا ونغطيها ونخليها حتى تخمر. دوك نروحو نحضروا هاد لاصوص اللي حنديروها للسوفلي. انا واش درت هنا؟ قطعت 2 حبات تاع طوماطيش، نحيت لهم القشره قطعتهم. زدت 2 فصوص تاع الثوم كذلك قطعتهم رقاق. درت شويه زيت، راني نقلي فيه هذيك الطوماطيش مع الثوم. هنا واش راح نضيف الحشو؟ هنايا راح نزيد له الفلفل الحلو، يعني باش تجي الحشو تاع السوفلي تجي حلو. هنا حطيت التوابل، الملح، فلفل اسود وفلفل عكري، هذا ما كان. نقلي مليح هكذايا، تكون النار ناقصه. ونحط هذاك الفلفل. الطوماطيش راح تطلق مليح هذاك الماء تاعها. نخلي هذاك الفلفل مع الطوماطيش يطيبوا مليح. بعد كي نشوف الفلفل هذاك يعني دبال طاب والطوماطيش هذيك يعني طلقت كامل هذاك الماء تاعها ونشفت من لاصوص، هنا نطفي عليها. هنا لازم تكون ناشفه من هذيك المريقه تاعها. هنا العجينه تاعي بعد ما خمرت كما راكم تشوفوا ضعف الحجم تاعها، ندير شويه تاع فرينه ونهبط كامل لاباط. انا هنا ما راحش نحلها ونطبعها، راح باش تكون كامل سهله، ما ملي مزروبه ولا يعني تكور هكا فقط ودير كويرات كما راكم تشوفوا في العجينه. يعني ما كان لها تحلوا وتطبعوا كما عارفين نديروا لي سوفلي. هذه طريقه بزاف سهله. يعني تنحي العجينه بعد ما خمرت ومن بعد تشكليها كورات يعني بيدك هكذا. كل عجينه تنحي منها كريات صغار. هنا ندير شويه تاع الفرينه ونبدا نحل لي سوفلي تاعي. كاين اللي يحبوا السوفلي يجيهم رقاق، كاين اللي يحبوهم يجيهم خشن. انا حليتهم شويه رقاق كما راكم تشوفوا. تحلوهم بالحليول. ندير شويه تاع هذيك لاصوص اللي طيبناها. انا الفرماج هنا رابي، ما حبيتش نرابيه، قطعته يعني قطع صغيره كما راكم تشوفوا. كل وحده واش تحب تزيد لها، تقدري تزيدي لها الطون يعني كما حبيتي. نغلقها هنا، ضروري نغلقها مليح باش ما تفتحليش كي طيب. يعني كي تكونوا تضغطوا بالفرشيطه حاولوا انكم تغلقوا مليح. هنا ندهن لي سوفلي تاعي بعد ما كملتهم بصفار تاع بيضه وشويه تاع حليب، يعني خلطتهم مليح ندهن بهم كامل لي سوفلي. بعد ندخلهم الكوشه اللي تكون يعني شعلتها من قبل كانت تسخن مليح. عباكم في البيتزا والمعجنات لازم الفوغ يكون يعني ساخن مليح. هكذا ندخلوا المعجنات، يعني غير تدخل السوفلي تاعنا تبدا يعني تطلع طيب تمتم، ماشي ما كان لها تقعد تنفخ وبعد تقعد العجين لداخل تجي معجنه. هكذا كي يكون الفوغ سخون يعني دخلوها طيب مباشره، تبدا تطلع وطيب لكم بعد ما تحمر مليح. هكذا كما راكم تشوفوا بعد ما طابت نحيتها. انا نقسم لكم باش تشوفوا لي سوفلي شحال جاونا خفاف وجاو لداخل، يعني ماشي بزاف معجنين،
جو شويه فارغين وفيهم هذيك لافاس كيما راكم تشوفوا. نتمنى وصفت اليوم تكون عجبتكم. عجينه السوفلي بدون دلك وبدون تعب. نتمنى ان شاء الله تجربوها. اللي ما راهمش مشتركين في القناه يشتركوا، يديروا ابوني باش يلحقوكم كامل لي فيديوهات اللي راني نحطهم جدد. والى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام.